ورجعنا لكم بفضفضة جديدة. جايين النهاردة نتكلم عن حاجة غريبة جدا 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 بتحصل لنا أما بننزل المنصورة. المنصورة بلد جميلة جدا وكلنا بنعشقها، بس المشكلة في اللي فيها، وفيها حاجة رخمة قوي بتضايقني. وكلكم هتقولوا فعلا بتحصل. بتوع التاكسيات هما تقريبا بيبقوا عايزين يحملوها أجرة تاكسي، يا عايزين يحملوه أجرة. أجرة زي إيه؟ أيوة، ما هو أجرة يا مهاجر، ماشي أنا معاكم. عايزين يحملوا التاكسي كله، ماشي، وياخدوا من ده 40 و30 و20 ما شاء الله ما شاء الله، هو رزق. الواحد مش بيتكلم غلط. بس تعالى بقى، بتوع التاكسيات لما بنيجي مثلا جايين من المنصورة، وحضرتك بقى معاكي شيال كتير، دفعة دم وجاية، وتيجي تقولي لي بتاع التاكسي: طلخة طلخة يا عبد الحاج. هو تقريبا مش سامعك، رامي الطناش او ودنه بتوجعه، وممكن اللي يبصلك بقرف يجري. إيه، والله انا بني ادمه وطلخة هناك ايه، ما هيش بعيدة ولا حاجة، والله العظيم. هو ده ايه؟ انا عايزة اعرف ده ايه. هل احنا مش هنديلك فلوس زي البني ادمين التانية؟ انا عايزة افهم ده ايه. اما بتيجي اجي واقفة اقف اكتر من نص ساعة. طلخة يا عم الحاج، ده بتوصل طلخة واللي انت عايزه. اول ما تقولي كلمة اللي انت عايزه ده، يقوم ضارب لك رقم، ويا توافقي يا ما توافقيش. ليه؟ إيه انت ليه بتاكل مع ان يعني انت ضايق الذل زينا. انت طالع عشان تتمرمط زينا. هنرجع لكم تاني يا جماعة، ورجعنا لكم تاني. آه... صدقوا النف ده حاجة جميلة قوي. هتقول عليا جاي في الحرف. بصوا يا جماعة، اللي أنا بتكلم على سواق التاكسي دلوقتي. اللي أنا عايزة أعرف ليه سواق التاكسي بيعمل كده. والله العظيم بتبقى حاجة مسخرة قوي، والواحد بيبقى متضايق. طب انت شايف مثلا ممكن تشوف ست كبيرة وعايزة تروح مثلا مكان معين، يقول لها لا. لا، وممكن ما يقولش لا، اقسم بالله ما بيعبرنا. تبقى انت مثلا واقف وسواق تاكسي معدي طلخ، مش بيرد اصلا. طب ما يراعي ظروف الناس. على فكرة ممكن انت ترضى مثلا ان انت تركب البني ادمة دي معاك، او الحاجة الكبيرة دي معاك، وانت ماشي تلاقي رزقك على فكرة في رجليك. ممكن تلاقي واحد تاني رايح نفس المكان، يبقى رزقك جالك ولا لا؟ لا بجد بتبقى حاجة مسخرة قوي وحاجة وحشة قوي. وكفاية ان الواحدة تقوم داعية عليك ليه. ارضى بنصيبك وامشي. اما انت شغال سواق تاكسي ليه؟ التاكسي ده ليه؟ مش عشان يودي البني ادم ده في اي مكان تاني، في اي مكان هو عايزه؟ ده بمزاجه مش بمزاجك انت على فكرة. ما دام انت بتاخد حقك تالت ومتلت خلاص. ما دام بتركب على فكرة، لو هو تاكسي المفروض ان هو ده مخصوص، يعني المفروض ان انت بتركبش حد تاني. البني ادم اللي بيبقى راكب معاك بيبقى راضي ان انت تركب حد تاني، مفيش مشكلة، ده رزقك. زي ما بترضى، زي ما بتعمل كده، ارضى بنصيبك. وقف للي بيشاور لك، وقف للي بيشاور لك، وقف له، ما تقولوش انت رايح فين. المفروض يحصل في بلدنا وقفة. ازاي انا هشاور للتاكسي ده؟ ما اقولوش انا رايح فين. المفروض افتح الباب وادخل اقعد، واقول له وديني في الحته الفلانيه. انما ده احنا بنستأذنه ونقول له توديني في الحته الفلانيه، يا توافق يا ما توافقش. لا، انا بناشد الحكومه، اقسم بالله بناشد الحكومه في الحته دي، ان سواقين التاكسي هما اللي بتأمروا علينا. المفروض ان احنا نركب التاكسي وبعد كده اقول لك انا رايح فين، مش انت اللي استأذنك قبل ما ادخل التاكسي. يا توافق يا ما توافقش، توديني ليه ان شاء الله. وبقى ممكن يركبك ويقول لك تيجي تدفع الأجرة اللي هي المفروضة ان انت تدفعها، لا 10 جنيه زيادة. اصل ممكن دخلتك شارع المفروض ما دخلكش فيه. ايه اللي احنا فيه ده؟
ما تبقاش قحرات على الكل. يعني انت راعي ربنا في نفسك وفي الناس اللي انت مثلا بتركبهم معاك. ما تخنقهمش اكتر ما هم مخنوقين. ما تذبحش بالسكينة تلمق اكتر ما هم. ال10 جنيه هتفرق معاهم او ال5 جنيه هتفرق. ممكن يكون واحدة ما معهاش وال5 جنيه ده هتركب بعربية تانية. تمام. يا ريت يا ريت بجد. لو واحد من بتاع تاكسي يسمعني ويقدر ده ويعرف ان ممكن يكون نصيبه مثلا يقف لحد هو مش عايز يروح المكان ده، والله وهو ماشي يلاقي رزقه في رجليه. زي ما بتتقال ممكن وانا ماشي الاقي رزقي في حتة تانية. ممكن وانا راجع، مش شرط وانا ماشي وانا رايح، ممكن وانا راجع الاقي رزقي بقى يعني اكتر من ده كمان. ربنا بيرضي، فوافق وارضى بنصيبك وامشي واشتغل. ما تتأمرش على الناس وهتلاقي رزقك موجود وبالزيادة. ارضى وهتلاقي بزيادة. ارضى وهتلاقي بزيادة. اضحكوا عليا بقى. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد في جديد في جديد. واللي مش عايز نلك معاه خلاص هو حر. تمام. واشوفكم على خير يا حبايب قلبي. إيه ال5 موا زي ما هي بتقول. الانسه نجاة اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ وربنا مع نسيت اسمها. الفنانه القديره. اللي عارف اسمها اقسم بالله الناس يا اسمها. اللي عارف اسمها يكتب لي في الكومنتات هي اسمها ايه. تمام. عشان اعرف ان انا فاشله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.